فقلت له ميرسي، عندكم وظائف؟ فقال لي أيوة عندنا قطايف. ثم قال شاب: بعد أن تخرجت من كلية الطب الجميلة اشتغلت بياع بليلة، وحولت سماعة الطبيب إلى سماعة بلوتوث عند المخترع العبقري جعلوس. حدثنا حودة ابن القاهرية أمير العوطلية قال: بعد أن عثرت على زعبوط الإخفاء وتملكت يا سادة شومة سحرية، أحسست بأني سأشتغل بوظيفة عادية وسأخرج من دائرة العاطلين وتنتهي القضية. فأوقفني ضميري وقال لي: استنى يا ابن ريري، عليك أن تتذكر يا ابن وطنك وكيف ضاق بهم الحال كوجع بطنك، لأن بعد تخرج الشاب يختم على قفاه بختم البطالة ويرمى بعدها في الزبالة ويتوج أميرا على القذارة ويتزوج من الناموسة يارا ويسكنان في شقة من كيس بوزو ويقبلها كل يوم ببوزو. ثم قال شاب: بعد أن تخرجت من كلية الطب الجميلة اشتغلت بياع بليلة، وحولت سماعة الطبيب إلى سماعة بلوتوث عند المخترع العبقري جعلوس. ثم قال شاب: وأنا بعد ما تخرجت من كلية الهندسة اشتغلت دادا الغفير يا أستاذة، وبعد حصولي على 1 مليم أحسست فجأة بأني مليمير، وتوجت أميرا على الشحاتة بعد حصولي على زر بطاطا. فقال شاب آخر: وأنا بعد أن فتحت جريدة الحويط وسمعت أن بها وظائف بالعبيط، وفي كل خانة مكتوب: مطلوب للعمل فتيات يشترط أن يكونوا مزز لهم مؤهلات، وأخرى مكتوب: مطلوب يا أخوانا سكرتيرة يشترط أن تكون وزة خطيرة لتتعامل مع العملاء بلطافة وتصب لهم عصير الجوافة. فوقع يا سادة مخي على قلبي عندما قرأت في الجريدة: مطلوب للعمل هيفاء وهبي. فجاءتني فكرة لكي أحصل على وظيفة أن أضع على رأسي باروكة وأسمي نفسي لطيفة، وبعد وضع مسكرة وأحمر شفايف ذهبت إلى أماكن الوظائف وعملت نفسي مكسوفة، قصدي مكسوف، عندما قال لي شخص: اقعد يا لطوف. فقلت له ميرسي، عندكم وظائف؟ فقال لي أيوة عندنا قطايف. فأضعني على جهاز كشف المزة فأيقظني ضميري وهزني هزة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا مننا كل جديد إن شاء الله. شكرا.